يا صاحبي، انت متخيل ان في مكان في الدنيا بيخبي اسرار البشرية كلها؟ مكان لو عرفت جزء صغير من اللي فيه حياتك كلها هتتقلب. المكان ده هو الفاتيكان. احمد، مؤرخ مصري شاب، كان دايما حاسس ان كتب التاريخ اللي قدامه ناقصة، كأن صفحات منها متقطعة. يسمع عن مخطوطات لابن سينا والرازي والغزالي موجودة في روما، مش عندنا. يسمع عن آلة زمن اسمها الكرونوفايزر بتعرض الماضي على شاشة كأنها تلفزيون. يتقالوا إن الفاتيكان صوروا المسيح وهو على الصليب. تخيل! مش بس كده، في كتاب مرعب اسمه العزيف، كتاب سحر أسود بيقال إنه بيستحضر الموتى، وكل نسخة اتحرقت إلا نسخة واحدة ومخبأة جوه الفاتيكان. وفيه أناجيل مخفية بتحكي عن حياة المسيح بشكل مختلف، وبتلمح إنه كان ليه نسل وسلالة. تخيل لو الكلام ده اتكشف، المذهب الكاثوليكي كله ممكن يتهد. الأب يوسف، كاهن عجوز من أصل عربي، قال لأحمد: يا ابني، المكتبة دي مش بس فيها ملايين الكتب والمخطوطات، دي فيها أسرار لو طلعت للنور ممكن تغير مصير العالم. بيحكي له عن فرسان الهيكل اللي حفروا تحت المسجد الأقصى وطلعوا بحاجة ما تتقدرش بتمن، عن فساد الكنيسة زمان وهي بتبيع صكوك الغفران، عن البابا اللي اتهموه إنه سكت وقت الهولوكوست، عن جماجم غريبة بيقولوا إنها الفضائيين مدفونة في مقابر الفاتيكان. الأسرار دي كلها، من كتب السحر لآلات الزمن لحقائق عن المسيح نفسه، محبوسة جوه سرداب مقفول عليه من مئات السنين. في اللحظة دي أحمد فهم إن الموضوع مش بس تاريخ، ده صراع أزلي على المعرفة والسلطة. والكنز الحقيقي مش ذهب ولا قوة، الكنز الحقيقي هو المعرفة. بس السؤال اللي ملوش إجابة: مين اللي عنده الحق يعرف الحقيقة؟ ومين اللي بيقرر يفضل كل ده مدفون جوه أسوار الفاتيكان؟